القناة، وتعالى بينا نشوف هنتكلم على ايه النهاردة. هعرفك ازاي تعرفي اذا كان البط ده هيطلع النهاردة ولا لا. عندك بطة راقدة على البيض وما انتش عارفة الوقت بتاعها وما انتش عارفة البيض هيطلع امتى، هعرفك ازاي تعرفي ان البيض ده هيطلع النهاردة او بكرة او كمان ساعة. هتعرفي كل حاجة بعون الله. سمي الله وخشي مدي ايدك وهاتي بيضة من تحت البطة وبصي فيها. اللي لقيتي البيضة زي ما انت شايفاها قدامك كده مشرخة من جنب او من اي حتة، من ورا ومن قدام من الجنب، من اي مكان، البيضة مشرخة كده او فيها زي حتت مكسورة كده، اعرفي ان البيض ده قدامه يوم واحد ويطلع. البيض ده قدامه، بصي اهو، قدامه يوم واحد ويطلع. البطة الصغيرة اللي في البيضة بتخبط البيضة، بتخبط قشرة البيضة، قشرة البيضة بتشرخ، بتعمل شرخ من بره كده، بتعرفي ان البط ده قدامه يوم واحد ويطلع. بتحطيه تحت البطة وبتسيبيه، وبتيجي تاني يوم تبص عليه بتلاقي البطة نقرت البيضة. بصي، نقرت البيضة زي ما انت شايفة كده، هي اللي بتنقرها مش انت. ما ينفعش انت تكسري البيضة او تنقريها عشان البطة تطلع والبيضة لسه مقفولة. لا، طول ما البيضة مقفولة اوعك تيجي يمها، بصي فيها بس وحطيها تاني. لقيتي البيضة نقرت بالشكل ده، اعرفي ان البط ده خلاص هيطلع النهاردة. البط بتاعك ده ما شاء الله بإذن الله هيطلع النهاردة. تقدري تقشري حتة كده من الجنب بتاع البيضة، مش كلها، قشري حتة كمساعدة للبطة عشان البطة تعرف تطلع. وسعي لها حتة كده عشان تعرف تطلع منها. لو لقيتيها ان هي مش عارفة تطلع، ولو لقيتيها بتنقر مع نفسها ومية مية، سيبيها هتطلع لوحدها من البيضة. حط البيضة تاني تحت البطة عشان البطة تفضل راقدة عليها. اوعك في الاوان ده تشيلي البطة او البطة تقولي خلاص البطة طالعة. لو انت بتربي لاول مرة، لو انت بتربي لاول مرة وما انتش عارفة، لو شفت المنظر ده اوعي تقولي ان خلاص كده البطة هيطلع بقى. البطة تمشي ما تمشيش مش مشكلة، ما عندناش مشكلة، لا، البطة هتفضل راقدة عليه لغاية لما يطلع. وبعد ما يطلع كمان، وهقولك في الفيديو ده وهعملك فيديو تاني بعد البط ما يطلع هتعملي فيه ايه. البيضة دي ما فيهاش اي شرخ ولا فيها اي نقرة ولا اي حاجة، اعرفي ان البيضة دي مش طالعة. البيضة دي يا اما مسقطة يا اما فاضية ما فيهاش كسر يا اما اي حاجة، بس هي مش هتطلع. لان البيض المليان بينقر كله مع بعضه، بينقر كله مع بعض. بصي، والمنظر اللي انت شايفاه ده اهو، اهو، بصي اهو، بتلاقيها مشرخة بالشكل ده. وساعة نص ساعة وبتبص تلاقي القشرة دي وقعت. البطة نقرتها الصغننة اللي جوه، سبحان الله، بالمنقار بتاعها علشان تطلع من البيضة. هتلاقي كل البيضة عندك المليان اللي فيه كسر بالشكل ده، يا اما مشرخ كده يا اما البطة نقراه وعاملة خرم في البيضة. اعرفوا ان البط بتاعك ده هيطلع النهاردة اهو. بصي وركزي كويس، بسم الله ما شاء الله. في الوقت ده بالذات وفي اليوم دي بالذات ما تخليش البطة تطلع تغيب بره، وما تخليهاش تطلع في وسط الطيور او تروح منك شمال او يمين. تطلعيها وانت واقفة تاكل وتشرب وتحبسيها تاني. وهقولك ازاي دلوقتي على البيض بتاعها عشان تسخنه عشان يطلع كله مفيش حاجة تبوظ منه. انا شلت البطة طلعتها اهي قدامكم عشان تاكل وتشرب في الشوية اللي انا واقفة بوريكم البيض فيها، علشان تيجي تاني احطها على البيض بتاعها. بصوا اهي، دي بيضة تانية ما شاء الله اهي. البطة برضو خبطت البيضة كده ببقها من جوه ما شاء الله. شرختها كده علشان تبتدي ان هي تطلع منها. هنجيب بيضة تانية مع بعض ونشوفها. شوفوا ما شاء الله ديت، بصوا بصوا اهي، اهي دي هتطلع اول واحدة. بصوا نقرة البيضة من ناحيتين اهيت، وخلاص بتحاول ان هي تطلع وبتصاصي. على فكرة اصلا لما تاخدي البيضة، اما قبل ما يحصل الكلام ده كله وقبل البطة ما تنقر، لو انت جيتي قبل البيض ده ما يطلع بيوم وخدت البيضة حطيتيها على ودنك كده، هتلاقي البط بيخبط فيها. البط بيخبط فيها. حتى لو البط
ما نقرش البيضه زي ما انت شايفاها كده وما شرخهاش زي ما انت شايفاها كده. خدي البيضه حطها على ودنك، هتلاقي البط عمال يخروش 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 في البيضه من جوه. ده دليل ان البط ده خلاص هيطلع، بيخبط في البيضه خلاص، عدى ميعاده وعايز يطلع. اي بيضه هتاخدها تحطها على ودنك هتلاقيها بتخروش كده وفيها حاجه بتخبط على ودنك، يبقى كده البط ده بينقر البيض وعايز يطلع. هتروحي تاني يوم تعملي زي ما قلتلك، هتلاقي البيض بالشكل اللي انت شايفاه ده، يا اما مشرخ كده زي ما انت شايفه اهو، يا اما فيه نقر. البيضه دي رخرة اهيت، البطه ابتدت ان هي تنقرها اهيت، بصوا، وعايزه تطلع منها. ما شاء الله بسم الله ما شاء الله، البيض كله ناقر اهو. البيض ده كله باذن الله بعون الله هيطلع النهارده. حتى لو طلع النهارده ما تجيش يمه، ما تجيش يمه. لو البيض ده كله طلع النهارده، البطه اول ما بتطلع من البيضه بتبقى غرقانه، بتبقى غرقانه في ميتها، لازم تتحط تفضل تحت امها لما تعرق. بصوا اهو، ما تجيش يمه، رصيه تاني وسيبيه زي ما كان. البطه بتاعتك كلت وشربت ونفضت نفسها وفرفشت كده بره عشان ما تفضلش محبوسه وقت طويل وتموت مننا في الحر ده اهي. طب افرض البطه طلعت في وسط البط اللي عندي ده وانا ما عرفتهاش، اجيبها ازاي احطها على البيض؟ البطه اللي راقده بيبقى وشها اصفر. انا وريتكم البط اللي هو الكبير التاني وشه احمر، البطه اللي هتبيض وشها بيبقى احمر. البطه اللي بتبقى راقده على بيض، طبعا راقده بقالها شهر، بيبقى وشها اصفر. بصوا اهي وشها اصفر اهي، وبتصاصي بتصوصو. كل لما تيجي يمها ولا بط يجي يمها ولا اي حاجه تيجي يمها تلاقيها بتصوصو كده، ووشها اصفر زي ما انت شايفه من رقدتها على البيض اهي. كلت وشربت، تبتدي بقى ان هي تطير وتطلع تروح على العش بتاعها. هي بتبقى عارفة العش بتاعها، وبتبقى عارفة ولادها فين، وبتبقى عارفة البيض بتاعها فين. سيبيها وهي هتخش عليهم، سيبيها وهي هتخش عليهم لوحدها عشان ما تبهدلش البيض. اقفي بس راقبيها لحد ما تخش. كل اللي عليك ان انت تراقبيها لحد ما تخش. لو وصلت معايا للقطة دي في الفيديو، عايزاك تحط لايك وعايزاك تشتركي في القناة قبل ما تنسي. البطة طلعت على الخن بتاعها اهو اهو، وهتبتدي ان هي تخش ترقد على البيض. تسيبيها بقى راقدة على البيض ده لحد ما يطلع، ما تطلعهاش بقى تاني. هي كلت وشربت، اوعك تطلعيها تاني عشان البيض ده لازم يفضل سخن، لازم يفضل سخن. دخلت البطة ورقدت في العش بتاعها، سدي عليها بقى خالص، هاتي اي خشبة اي صاج اي حاجة عندك كده وسدي عليها بقى خالص، وسيبيها بقى لحد كل البيض ده ما يطلع.